تقدر تفحط او تسوي درفت بسيارة دفع خلفي؟ اكيد. زين اذا سيارة سحب امامي شلون؟ تعال اراويك شلون. بس دائما روح المكان مناسب حتى تستمتع وما تأذي احد. صح اكو حلبات قليلة بس اكو اماكن مناسبة دائما. خل نحكي على الدفع اول شي. عندك 3 طرق حتى تقدر تخلي اي سيارة بوضع الدرفت. اول طريقة تدخل منعطف بسرعة مناسبة شوية، ومن تدخل منعطف تدوس بريك شوي منه حتى مركز ثقل السيارة ينتقل للأمام وتصير التيارات الخلفية حرة بأن تستدير براحتها، وتسحب الهاند بريك لمدة قليلة. وراها انت وشطارتك شلون تسيطر على السيارة وتطول الدرفت. تدوس شوية بنزين تكسر الستيرن يمين يسار لحد ما تقدر تسيطر. والطريقة الثانية وهاي قليل يعرفونها، تدخل منعطف وتنزل نمرة بالجير العادي، فالتاير راح يوقف لحظة صغيرونة وتطب درفت. الطريقة الثالثة هي الباور سلايد، يعني دوس بنزين أثناء الانعطاف، وهاي الطريقة تحتاج محرك قوي. تدخل بالمنعطف وانت لايف ستيرن وتكفخ بنزين، والسيارة راح تبدي تفتر وانت بعد انت وشطارتك شلون تسيطر عليها وتطول الدرفت. اول طريقتين لازم جير عادي، مو اي واحد يقدر يسويها. اخر طريقة اي واحد يقدر يسويها. اما بالنسبة للسيارات السحب فسالفتها سهلة، بس ما راح اقولها لا تذب. تجيب سكيبة خشب وتخلي خشبتين او 3 جوا التار الخلفي لكل جهة، وتسحب هند بريك وتشغل معزوفة وتتونس. ان شاء الله عجبكم الفيديو، والى فيديو قادم.